فهي لبؤة من لبؤات الإسلام، رافعت مرافعة جيدة تأثر منها القاضي وبكى فوق منصة القضاء قائلة له: يا سيادة الرئيس، إن هذه القضية الماثلة بين أيديكم ليست كبقية القضايا، وإنما هي قضية مصيرية وتاريخية. فهو جامع الزيتونة الذي يضرب جذوره في التاريخ منذ سنة 79 هجري قد اضطهد وألغي عدة مرات، وآخر الإلغاء عهد بورقيبة ثم العهد المخلوع. هذه القضية تطلب منكم يا سيادة القاضي، وتطلب من القضاء أن يعيد التعليم الزيتوني إلى سالف عهده وسالف نشاطه حتى يشع على الأمة الإسلامية. فإن حكمتم بإعادته فسيسجل التاريخ أن القاضي فلان الفلاني حكم بإعادة جامع الزيتونة، وإن حكمتم بالرفض فسيسجل التاريخ أن القاضي فلان الفلاني حكم برفض إعادة التعليم الزيتوني. فذرفت عينا القاضي بالدموع ورفع الجلسة على أن يصدر الحكم إثر الجلسة، وصدر هذا الحكم المدعي الحسين العبيدي كما ترون، والمدعى عليه الدولة، وصدر الحكم بما نصه: حكمنا ابتدائيا، قال: وبعد التأمل طبق القانون صرح عالم بما يلي، قضينا ابتدائيا استعجلين بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهي الإدارة والتدريس. هذا معنى الحالة اللي ثم ناس أولها، وهي الحالة، حالة التدريس وحالة المؤسسة، على الحالة إلى ما كانت عليه بجميع أنواعه مطلق، وذلك بإزالة الأقفال المضروبة على مقر الهيئة العلمية التابعة لجامعة زيتونة المعمور، الكائن مقرها بالجانب الشرقي قبالة نهج سوق السريرية بتونس. هذه الوثيقة. ثم بعد هذا الصدور إلى الحكم وقعت، وهي القضية عدد 9506 الصادرة حكمها يوم 19 مارس 2012، ووقع تنفيذها يوم 31 مارس 2012. بعدها اجتمعنا ثلة من المشايخ ومن الأعضاء وقررنا تحيين الهيئة العلمية وإعادة تسمية مشيخة الجامعة الأعظم كما كانت في عهد الشيخ الطاهر بن عاشور. ثم وقع انتخابي، لم أنصب نفسي على جامعة زيتونة، وقع انتخابي من طرف هذه الجماعة، ووقع تسجيل ذلك بالرائد الرسمي بالجريدة الرسمية بتونس يوم 8 ماي 2012. فأصبح بذلك لي الأهلية والمصلحة والصفة، أصبحت لي الصفة والمصلحة، اثنين، الصفة والمصلحة هذه الصفة وهذه المصلحة هما شرطان أساسيان ينص عليهما الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وهي ما تثبت شكليا القضية. بعد ذلك بعد أن تمكنت من الصفة والمصلحة استدعينا الدولة الممثلة في المجلس التأسيسي المنتخب من الشعب، فالشعب انتخب المجلس التأسيسي، والمجلس التأسيسي أوكل من بين لأعضائه وهم وزراء المنتخبون أيضا من الشعب، أوكل لهم إبرام مهمة العقد لإعادة التعليم الزيتوني. فالدولة ممثلة في وزير التعليم العالي كما ترون والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم، وزير الشؤون الدينية كالطرف الأول. الطرف الثاني شيخ الجامعة الأعظم وفروعه،
هذه الوثيقة تتضمن 4 أبواب مضمنة ل9 فصول. الفصل الأول ينص على أن جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة، أي أن الدولة أمضت على أنك يا مؤسسة أنك مستقلة لا تتبعين الدولة، وليست لديك أموال تصرف من الدولة، فأنت وشأنك ولا سلطة لنا عليك. فهذه المؤسسة أيعقل أن يكون مؤسسة بدون مقر؟ لا يعقل. فالمؤسسة لابد لها من مقر، فجامع الزيتونة مؤسسة ومقرها جامع الزيتونة، لا يجوز لأحد التدخل فيها. ثم إن لكل فروعها بداخل الجمهورية، وهم ما يربو عن 25 فرع، كلها تابعة لجامع الزيتونة ومقراتها تابعة لمؤسسة جامع الزيتونة. ثم إن الفصل الثاني من نفس الباب ينص أن جامع الزيتونة يتمتع بالشخصية القانونية. ثم الفصل الثالث من الباب الثاني ينص أن هذا نصه شيخ الجامع الأعظم هو الممثل الوحيد للجامع في جميع الأحوال، أو من ينوب عنه بتفويض كتابي، وهذا هو مربط الفرس. ننطلق الآن إلى الهيئة الوهمية والمزعومة التي يتزعمها المسمى عمر اليحيوي وعلي العويني، هذان الشخصان الذين هما محل تتبع الآن من قبل القضاء. هذان شكل هيئة وهمية ودون تفويض من شيخ الجامع، وخرقا للفصل الثالث من الوثيقة، وأصبحوا يتكلمون باسم جامع الزيتونة ويمثلون جامع الزيتونة. هذا مما يؤدي إلى جريمة تقترف اسمها جريمة انتحال صفة غير قانونية يعاقب عليها القانون، وهي صفة تحيل يعاقب عليه القانون من 1 إلى 10 سنوات. ثم الجريمة الثانية أنه سعى إلى دعوة الطلبة إلى إضراب وإلى تعطيل الدروس لمدة 10 أيام حسب هذا البيان الذي نشروه في الفيسبوك وعبر الجرائد. تعطيل الدروس هذا، والإسلام جاء للعلم، وهؤلاء يعطلون العلم. فكل من يعطل الدروس ويعطل العلم فهو جاهل ويدعو إلى الجهل، وهذا ما ينم على جهل هؤلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اليوم الذي لا أزداد فيه علما لا بورك لي في مطلع الشمس في ذلك اليوم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم البركة، فدعا لذلك اليوم الذي لم يزدد فيه علم من مطلع شمسه لا من مغربها، من مطلع شمسه إلى مغربها. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل. فهؤلاء عصوا الرسول وعصوا الله عز وجل الذي قال: أفنجعل الذين يعلمون كالذين لا يعلمون يرفع الله الذين أوتوا إليكم منكم درجات. هؤلاء ليسوا بمشايخ، وإنما هم مرتزقة، ولا يمتون لجامع الزيتونة بصلة. وقد نبهنا عليهم عن طريق العدل المنفذ بالعزل والتحذير والتنبيه بالتمثيل، تمثيل جامع الزيتونة أو النطق باسمه. ثم إن هؤلاء علاوة على ذلك خرقوا الفصل 8 من نفس الوثيقة،
من نفس هذه الوثيقة. الفصل الثاني الذي نصه النظام الحفاظ على النظام الداخلي لجامع الزيتونة وفروعه مسؤولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع، ولا يجوز لأي كان التدخل في ذلك. إذن هذا الفصل أمضت عليه الدولة، وأن النظام الداخلي لجامع الزيتونة من إمام جامع أول أو ثاني أو ثالث أو سدنة أو عمل بجامع الزيتونة أو مشايخ لا يجوز للدولة أن تتدخل في هذا. فهؤلاء الأشخاص قالوا إن جامع الزيتونة يقتصر على التدريس ونسلم المنبر والإمامة إلى وزارة الشؤون الدينية. هذه الذي أمضت على عدم تدخلها، أمضت وأنها تعهدت بأن لا تتدخل في النظام الداخلي، فهي من جهتها خرقت القانون ومن جهتهم خرقوا القانون. هؤلاء لخرقهم القانون وانتحالهم هذه الصفة سيعاقبون طبق القانون. الجريمة الأولى انتحال صفة غير قانونية. الجريمة الثانية الدعوة إلى الإضراب، وهذا الإضراب يوافقون فيه التعليم الدولي أو الحكومي. نحن لسنا تعليم حكومي، نحن تعليم ربنا، تعليم إسلامنا الذي يدعو إلى العلم لا يدعو إلى الجهل. وقد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى الشارع في العلم بين المرأة والرجل بقوله صلى الله عليه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فهو فرض على كل مسلم ومسلمة. وهؤلاء الأشخاص يريدون ضرب الفرض، وكما تعلمون الواجب هو فرض تكليف دعا المشرع إلى فعله، وفعله يجازى صاحبه ويكافأ، وتركه يعاقب وله أشد العقاب بين يدي الله تعالى. هؤلاء الجهلة الذين يريدون تمثيل الشريعة الإسلامية في تونس وهم جهلة، فهي من الفضيحة أمام العالم. وقد يريدون تنصيب أنفسهم كشيوخ وهم أجهل بالشريعة من أي سهل والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نشروا أخبار زائفة. الأولى جريمة انتحال صفة مزيفة والعياذ بالله، صفة غير قانونية. 2 جريمة الدعوة إلى إضراب وتعطيل الدروس. 3 جريمة نشر أخبار مزيفة تناقلتها وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، ولدينا أقراص ولدينا جرائد سندلي بها إلى القضاء كحجة دامغة ضد هؤلاء المجرمين. ثم الجريمة الأخرى هي السب والشتم والسلب لكامل المشيخة، سواء كان مشيخة الفروع أو مشيخة الأصل. 4 النيل من سمعة مؤسسة جامع الزيتونة التي وصلت هذه الضربة إلى كامل أنحاء العالم مع الأسف والعياذ بالله. هؤلاء المجرمين الخونة سيعاقبهم القانون طبق الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية أو الجنائية، وطبق القانون، والقانون فيصل بيننا، والقانون سيأخذ مجراه وسيكشف عن الحقيقة. وقدمنا هذه القضية ضد كل من كلا الطرفين، عمر اليحيوي وعلي العويني، وكل من سيكشف عنه البحث ومن وراء هذه المؤامرة. هذه المؤامرة هي محبوكة، ومما يشتم منها أنها مؤامرة سياسية يتصارع عليها جهات سياسية يتصارعان أو يتصارعون على جامع الزيتونة ليجعلوا منه بوقا للدعاية الانتخابية أو الدعاية السياسية أو لشهرتهم. فجامع الزيتونة عصي، وهو سيبقى ملك لكامل أفراد الشعب التونسي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى
مهما كانت صفته فهو ملك مشاع للكل بصفة خاصة، وملك مشاع بصفة عامة للعالم الإسلامي ولكل فرد من العالم الإسلامي.